السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ يا رب إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وعافية. مشتاقة لكم حبايبي، يا رب إن شاء الله صحة وعافية. اليوم عاجبهم كبة البوتيتة، صار لي أكثر من 30 سنة، أكثر 35 سنة أني أسويها، وهاي طريقتي اللي ناجحة اللي تخبر. البوتيتة توني طلعتها من المي، بعوهم بتنكمش، هي حارة تشوي، تقشريها بنات. أنا عندي هسه هنايا بيها كيلو ونص تقريبا، حجم متوسط. غسلتها وخليتها بمي على النار، أخذت مني ساعة. بس أحط السكينة أشوفها تنزل، أطلعها رأسا من المي، أريدها تشرب مي. شوفوها بنات، مو ممرودة مهرية ولا قوية، بينما شوفوها مستوية. هسه أنا هي حارة، يديها تشوت كلها، قشرتها وهي حارة راح أهرسها. هي حارة راح أهرسها، ومن أهرسها أتركها ساعتين إلى ساعتين ونص على الهواء، شباك مفتوح على الهواء، تنشف المي بالكامل. هذا سر من أسرار نجاح كبة البوتيتو شاب. إحنا صار لنا عمر نسويها، من يعني أنا صغيرة وأمي تسويها، هاي طريقتنا. لازم تنترك بعد ما تنهرس، هي حارة، تنترك على الهواء مو أقل من ساعتين إلى ساعتين ونص، تنشف من المي. وبعدين نضيف لها النشا والملح والوظائف الإضافات العفو الثانية. هنا عندي كيلو لحم عجل، أنا حمسته بدون أي شيء، نشف مية، خليت راس بصل كبير مثروم ناعم، ملح، فلفل أسود، بهار المشكل اللي أنا مسويته. أضيف المعدنوس المغسول والمثروم ناعم، وأطفي النار. وهسه أنا الحشوة عندي باردة بالثلاجة، راح أرجعها بالثلاجة لحد ما أهرس البوتيتو، وهي هسه حارة نار، وراح أتركها تنشف على الهواء، وأرجع لكم أحلى وأجمل متابعين. ابقوا وياي. رجعنا حبايب بعد ما قشرتها وهي حارة تشوي نار، أصلا أصابعي كلها شوفوها حمرة تشوت. هسه أني هرستها. طبعا لازم تنهرس وهي حارة، تتقشر وتنهرس وهي حارة. هسه أنا راح أتركها ساعتين كاملة إلى ساعتين ونص. من ساعتين إلى ساعتين ونص، يعني بنات أنت من تبرشين البوتيتاية وتعصريها، ايش قد ينزل مي؟ كومة. فالبوتيتا تحتوي على سوائل هواية، احنا سالقيها، فلازم من سر نجاح البوتيتا الكبة لازم تنشف المي. هي هيجي حارة وتحطي لها النشا والهذا راح تنفل. فهسه أنا شعلت البانكيه وفاتحة الشباك، وراح أتركها ساعتين ونص تنشف، من ساعتين إلى ساعتين ونص، وأرجع أضيف لها النشا والملح وقطرات صغيرة من صبغ اللوزينة ورشة كاري، لأن البوتيتا عندي على بياض، فحتى أنطيها لون حلو. أرجع وياكم بعد ما أتركها ساعتين، ونشوف إيش راح نكمل ونضيف لها الإضافات الباقية. أبقوا وياي. رجعنا حبايب، وأنا تركتها ساعتين كاملة، ساعتين كاملة. هسه أنا خليت عندي كمية البوتيتا هواية، يعني حوالي كيلو ونص شوي أزيد، 5 ملاعق مليانة هرمية مال أكل نشا، 5 ملاعق هرمية مليانة نشا. ومثل ما تشوفون يعني شي بسيط من صبغ اللوزينة، بس حتى أنطيها لون، لأنه البوتيتا عندي لونها فاتح. ورشة ملح، يعني ملعقتين شاي ملح. وهذا دا تشوفوه رشة كاري، ملعقة شاي كاري، ملعقتين شاي ملح، رشة صبغ اللوزينة، 5 ملاعق هرمية نشا. بنات أني ما أحب أحط لها لا بقسم ولا بيض، البقسم يخليها مثل الطين أبدا ما طيبة، والبيض الزنخة والزفرة تقتل، يعني مع احترامي للأخوات وأذواق، بس بيض نهائيا ما ينحط لها، يعني ما تنكال. هي يعني كبة البوتيتو شاب أصولها بالنشا، مقرمشة طيبة وتجنن. وهسه أنا راح أعجنها عجن زين، أبقى في 10 دقائق أعجنها بدون مي، بدون إضافة مي. هي نشفت هسه من كل السوائل، نشفت المي كله، فتعجنيها بدون إضافة مي، فقط بالإيد. هسه راح أعجنها أني وأرجع لكم حبايب. رجعت لكم، عشانتها تقريبا 10 دقائق. ما شوفوا بنات، شوفوا ما تلزق العجينة، يعني عندي تمام مضبوطة 100%. شوفوا بنات ما تلزق، شوفوا بنسوي لها هالشكل تلكلكوها ما تلزق. عجينة ممتازة كاملة، شوفوها بنات، وباردة ومنشفة من المي. طبعا عجنتها بدون إضافة أي قطرة مي، أي قطرة مي من راح تحطي المي راح تلزق.
اي قطرة مي ما تضيفين. هسه انتي راح نبدي ان شاء الله نلكلك الكبة ونشتغل، وارجع وياكم. ما عندي احد يصور لي واني الكلك. راح اسوي مدورة واشوف اذا اسوي طولانية. هم اني نوبات اسوي طولانية ومدورة حسب ما يحبون عائلتك انت تسوين. اهم شي الكبة العراقية تفتحيها هواية، ما تصير ثخينة. لازم يكون اي كبة عراقية قشرها خفيف. احلى شي من تاكليها وقشرها خفيف، الحشو يبين من بطنها. راح الكلك الكبة ان شاء الله وارجع لكم حبايب قلبي. حبايب قلبي، وهاي عندي اول صينية خلصت. طبعا سويت المدورة وسويت الطولانية. انا دائما هيك اسوي شكلين. هذه ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد 30 كوباية طلعت، 30 كوباية طلعت. وعندي بعد عجين وحشو. وهذا انا اطب بايدي بالمي والكلك، ابدا ابدا ما تلزق. اني بنات ما احب الزيت اني الكلكها بزيت. بنات احب انبهكم الى شغلة. هنا البوتيتا انواع بوتيتا، اكو بيضة، اكو صفرة، اكو القشر مالها غامق. يعني البوتيتا مثل الطحين والتمن انواع. اكو ما يحب مي، اكو يحب مي. اكو بوتيتا هنا هسه انتي اني من دالك لك اني تشقق من الصفاح او تنكسر عادي جدا، شي طبيعي. انتي اذا تتعاملين ويا بوتيتا طرية، فانتي تحطين الحشو بالوسط، وانتي عندك عجينة تنقعين ايدك شوية بالمي وتلميها وتعدلها شلون ما ترتيها. شوف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وآل بيته الطاهرين. شوفوه شلونها بنات تخبل ما شاء الله. فهذا ردت أنبهكم إلى إنه البوتيتا أنواع مثل التمن مثل الطحين. يعني مثلا من تفتحيها تتكسر. أنا بالنسبة لي متمرسة عليها. كل انواع البوتيتا اعرف لها، اعرف شلون اعالجها. فشي خافت مثلا تشقق عندك من الاطراف تنكسر، عادي جدا جدا عادي. هاي بوتيتا. فانت بيدك عجينه تنقعين يدك بالمي وتلكلكيها وتسويها حسب الاصول. حتى اذا لكلكتيها وانزرفت ترجعين تاخذين عجينه شويه وتحطي لها وتكمليها. وراح نرجع وياكم واني دا اقلي صلوات على النبي خير من الله. الحمد لله والشكر حبايب قلبي. ارجع وياكم واني اقلي، ابقوا وياي. حبايب قلبي رجعت لكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وألف الصلاة والسلام على رسولنا الكريم. طبعا هنا هاي هسه أني أول تقليبة إلها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. مثل الورد دا أقلب وياكم، دا أقلب وأقلب وياكم. بنات أهم شي لازم يكون الزيت حار، تحمين الزيت، وبعدين الزيت يكون ساخن ما يصير بارد. من بارد وتحطين الكبة راح تتفلش. الزيت يكون ساخن، بعدين تحطين الكبة وتنصين النار اقل من الوسط لين حتى تستوي من برا. هو كله مستوي بس حتى تتحمص من برا ومن الداخل. فمن تحطين الكبة والزيت ساخن تنصين النار اقل من المتوسط. وهاي اني خليت الكبة، واول ما تحطين الكبة ابدا ابدا ما تقلتيها ابدا الى ان تشوفين الحوافي ايش قرت وبدأت تاخذ اللون البني. يلا تقلبيها. شوفوها بنات تجنن. وطلعت عندي بعد 30 كوباية. هاي 50 وعندي 30 صينية صغيرة دخلتها الفريزر مجمدة. أنا دائما أسوي كبة البوتيتا وأجمدها وأطلعها من الفريز للتقلاء، من الفريز للتقلاء، ومثل الورد تكون وأروع كبة. وراح نشوفها بالصورة النهائية. ابقوا وياي. أحلى مساء على أحلى حبايب وخوات وأخوة بالدنيا. شلونكم حبايب؟ الكبة مالي خلصت. شوفوها بنات، شوفوها تجنن. شوفوا بنات المدورة. شوفوا بنات حارة ما أقدر أزمها. شوفوها بنات بس دا أشوفكم القرمشة. شوفوها بنات، شوفوا مقرمشة تتقرط قرط تجنن. أروع منها الكبة ما تصير. وقشر خفيف. ها شوفوا بنات مقرمشة تجنن تجنن تشوي نار. أتمنى تسووها بنفس الطريقة وراح تطلع بنفس النتيجة بنات. أهم شي تتركوها ساعتين. أنا تركتها ساعتين تنشف المي ورجعت لها. أهم شي تنشف المي اللي بيها. من نجاح كبة البوتيتا تنشف المي اللي بيها، لأنه البوتيتا أو البطاطا تحتوي على نسبة عالية من السوائل، ولازم تنشف المي حتى تلقيها كبة ناجحة، كبة تخبل. والصينية الثانية اللي يعني عندي 30 وحدة دخلتها المجمدة، وهمينة تقلاتها سهلة عندي. أطلعها من الفريز على زيت ساخن. من تحطين الكبة لا تقلبيها أبدا وتنصين النار أقل من الوسط. وما أقول لكم ضقت وحدة تجنن تخبل. وهذا الطرشي اللي أنا أسويه
اللهانة والقرنابيط والخيار، شوفوا بنات كامل. وشو هذا الزيتون العادي والمحشي، فلفل الزيتون لا أنا أشتري حقيقة يعني ما ينجح عندي. وهذا كان اليوم غدانا، كبة البطاطا أو البوتيتا شاب العراقية اللي ماكو أحلى وأطيب من الطبخ العراقي. أتمنى ما تنسوني باللايك ودعم القناة، ودائما دائما أقول لكم لا تنسوني بالدعاء، محتاجة دعائكم حبايب. اللي تروح للزيارة ما تنساني بالدعاء. وأشكركم وأشكر كل وحدة كتبت لي تعليق حلو إلها بالمثل يا رب. وتحياتي لكم، أم محمد.